بيبدأ الفيلم في غابة اسمها أرض العزة اللي بيكون فيها كل الحيوانات عايشين بسلام تحت حكم الملك مفاسا، وبيكون اليوم ده مميز جدا ليه هو وكل عيلته لأنه هيقدم فيه ابنه الأمير سيمبا اللي لسه مولود لكل الحيوانات اللي في الغابة عشان هيكون الملك الجديد في المستقبل بعد رحيل مفاسا. وبعد ما حيوانات المملكة كلها بتتجمع في الاحتفال بيروح القرد رفيقي عشان ياخد سيمبا ويقدمه ليهم عشان يبدأوا كلهم يحتفلوا بيه. في نفس الوقت بنشوف أسد تاني اسمه سكار، وسكار ده بيبقى أخو الملك مفاسا وعم الأمير الجديد سيمبا، بس ما بيكونش حضر مراسم تقديم سيمبا بسبب حقده عليه، وده لان سيمبا هو اللي هيكون الملك في المستقبل بعد مفاسا، بعد ما كان المفروض هو اللي يكون الملك. وبيصطاد فار وبيقول له قبل ما ياكله انه هيحرمه من الحياه زي ما اتحرم هو من انه يبقى ملك. وساعتها بيوصل الطائر زازو وبيقول لسكار ان الملك مفاسا زعلان منه بسبب انه ما راحش مراسم تتويج ابنه، بس سكار مش بيفرق معاه اللي هو بيقوله وبيحاول يفترس زازو. وساعتها بيظهر الملك مفاسا وبيأمر سكار انه يسيب زازو، وبيسأله بعدها ليه ما جاش حفل تقديم سيمبا، بس سكار بيكذب عليه وبيقول له انه نسى موضوع الحفله ده خالص، وبيدي ظهره لمفاسا وهو بيكلمه. فبيتنرفز مفاسا وبيحذره انه يتجاهله او انه يتحداه، وبيقول له ان سيمبا ده هيكون ملك عليه في المستقبل. فبيقول له سكار انه ما يقدرش يتحداه وبيسيبه بعدها ويمشي. وزازو بيفضل يقول لمفاسا انه لازم ينفي سكار بره المملكه عشان بيكون متوقع الغدر منه، بس مفاسا بيقول له انه اخوه الوحيد وما يقدرش يعمل كده. وبتعدي الايام وبيكون سيمبا كبر شويه، وفي يوم بيكون صاحي نشيط قبل الشمس ما تطلع، وبيروح عشان يصحي ابوه الملك مفاسا، وده لانه وعده انه هياخده الصبح بدري ويعرفه على المملكه كلها مع بعض. سيمبا بيكون متحمس جدا انه يروح معاه في الجوله دي، ومفاسا بيروح معاه لقمه صخره عاليه عشان يوري سيمبا حدود المملكه اللي بيحكمها، وبيقول له ان حدود المملكه دي بتكون الارض اللي بيوصلها الشمس قدامهم. وبيقول لسيمبا ان دوره في المستقبل انه يحمي المملكه دي ويحافظ عليها. ولما سيمبا بيسال عن المكان المظلم اللي هو شايفه بيقول له مفاسا ان المنطقه دي خارج سيطرتهم، وبيحذره انه ما يروحش المكان ده بالذات. بس سيمبا بيقول له ان لما يبقى ملك المفروض كل حاجه تبقى تحت سيطرته، لكن مفاسا بيقول له ان الملك الحقيقي هو اللي يعرف يحمي المملكه ويوفر لها الامان وما يعرضهاش للخطر. وبعدها بيوصل زازو وبيبدا يقدم تقريره للملك مفاسا اللي مش بيسمع له عشان بيكون بيعلم سيمبا الصيد وبيخليه يمسك زازو من غير ما يحس. وسيمبا فعلا بيعمل كده وزازو بيخاف وبيمشي، ومفاسا بيفضل يضحك مع سيمبا بعد اللي حصل. لكن زازو بيرجع بسرعه تاني عشان يقول للملك ان الضباع عملوا حمله صيد مفاجاه على المملكه. ومفاسا بيقول لزازو ياخد سيمبا بعدها للبيت وبيجري بسرعه عشان ينقذ الحيوانات في ارض العزه. وزازو بياخد سيمبا للبيت عشان يلعب مع باقي الاشبال صحابه، لكن سيمبا بيكون زعلان عشان كان عايز يروح مع الملك مفاسا. وبيفضل يلعب مع حشره صغيره لحد ما بيلاقي نفسه قدام عمه الاسد سكار اللي بيكون قاعد فوق صخره، ولما بيشوف سيمبا بيطلب منه يبعد عنه ويروح يلعب مع صحابه. لكن سيمبا بيطلع لسكار وبيقول له ان مفاسا قال له انه هيحكم مملكه ارض العزه في المستقبل وكمان هيكون ملك عليه هو نفسه. وسكار بخبثه بيقول لسيمبا ان مفاسا اكيد ما حكالوش عن مقبره الافيال اللي موجوده في المملكه، وانه لسه شبل صغير وما ينفعش حد يروح هناك غير الشجعان بس. وبيطلب منه ما يجيبش سيره انه عرف الكلام ده، وطبعا بيبقى عارف ان سيمبا عنده فضول وهيكون عايز يروح هناك عشان يستكشف كل حاجه. وبيروح سيمبا لصديقته نالا عشان يلعبوا مع بعض، بس في الطريق بيقول لها انهم هيروحوا مقبره الافيال عشان يستكشفوها. ونالا بتكون خايفه جدا وبتحاول تمنع سيمبا، الا ان سيمبا بيصمم وبيقرر انهم يروحوا هناك. وفي الطريق بيقابلوا زازو وبيكون واضح انه بيراقبهم، فبيجري سيمبا ونالا وسط حيوانات المملكه عشان يحاولوا يتوهوا زازو منهم ويروحوا لوحدهم. وساعتها زازو بيطير وبيرجع عشان يبلغ الملك مفاسا باللي حصل. وبيكمل سيمبا طريقه مع نالا وهما بيلعبوا مع بعض لحد ما بيلاقوا نفسهم قدام مقبره الافيال، والمكان بيكون مخيف جدا ومليان هياكل عظميه لحيوانات عملاقه. لكن فضول سيمبا بيخليه يكمل عشان يستكشف المكان اكتر لحد ما بيحسوا بحركه غريبه في المكان، وبنشوف ضباع شكلها مخيف بيبداوا يظهروا قدامهم واحد ورا التاني، وبيلاقوا نفسهم اتحصروا ومش عارفين يهربوا لحد ما بتظهر قائده الضباع واسمها شينزي، وبتقول لسيمبا انها كانت مستنيه اللحظه دي من زمان، وان قوانين المملكه ما بتمشيش على مقبره الافيال اللي بتكون هي ارض الضباع. وفي الوقت ده بيوصل زازو وبيقول لشينزي ان سيمبا غلط انه تعدى على ارضهم، وانه ما كانش يعرف انه ممنوع يجي المكان ده، وبيحذرها انها تهاجمه او تتعرض لهم لانها بالشكل ده هتبدا حرب كبيره مع مفاسا. لكن شينزي بتتجاهل كلامه وبتبدا انها تهجم على سيمبا اللي بيهرب مع نالا من الضباع اللي بداوا انهم يطاردوهم. وبعد ما بيدخلوا من الانفاق ويطلعوا المكان تاني بيتفاجئوا ان الضباع حصرتهم من كل حته، وبيفضلوا يتريقوا على سيمبا من صوت زئيره الطفولي لحد ما بيترعبوا لما بيسمعوا صوت زئير قوي جدا، واللي بيكون صوت زئير الملك مفاسا اللي بيكون وصل في اللحظه دي عشان ينقذ سيمبا ونالا. وبيبعد الضباع كلها عنهم وبيروح لشينزي عشان يقول لها ان ده اخر تحذير ليها، وشينزي بتقول له بخوف انها مش هتتعرض لسيمبا تاني. بعدها مفاسا بياخد سيمبا وبيمشوا من المكان، وبيطلب من زازو يرجع نالا للبيت عشان عايز يتكلم مع سيمبا. وزازو بيطلب من الملك مفاسا انه ما يقساش على سيمبا، وبيفكروا انه كان عنده نفس فضوله لما كان في سنه. بعدها زازو بياخد نالا وبيمشوا من المكان، وبيقول مفاسا لسيمبا
اللي كان حاسس بالذنب انه كده اتعمد انه ما يسمعش كلامه، وانه باللي عمله ده عرض حياته وحياة نالا ومستقبل المملكة كله للخطر. وسيمبا بيقول له انه كان عايز يثبت له انه شجاع وما بيخافش زيه، لكن موفاسا بيقول له ان الشجاعة انك تدافع عن المملكة مش انك تعرضها للخطر. وسيمبا بيقول له ان الضباع كانوا خايفين منه، فبيقول له موفاسا ان ده عشان عارفين العواقب اللي هتحصل لو كانوا هاجموه. وبيفضل يلعب مع ابنه سيمبا لحد بالليل. ولما سيمبا بيسأله عن النجوم اللي في السماء، موفاسا بيقول له ان النجوم دي ارواح ملوك الماضي اللي بيبص عليهم من السماء، وانه في يوم من الايام هيكون معاهم وشايفه لو احتاج له. بعدها الضباع بيكونوا قاعدين في الارض بتاعتهم، وبيتفاجئوا ساعتها بزيارة الاسد سكار ليهم. وسكار بيقول لهم انهم عايشين منفيين وملهمش مكان في المملكة، وان كان قدامهم الفرصة انهم يخلصوا على سيمبا ونالا بعد ما بعتهم ليهم. وبيعمل اتفاق مع شينزي وبيقول لها انه عايز يقتل الملك موفاسا بمساعدتهم، وانه لما يبقى الملك هيسمح لهم انهم يعيشوا في المملكة زي باقي الحيوانات، وانه هيخليهم يصطادوا من المملكة براحتهم. وعشان كده عمل خطة لقتل اخوه موفاسا وابنه سيمبا. وطبعا الضباع كلهم بيوافقوا وبيرحبوا بالعرض بتاعه. وتاني يوم سكار بياخد سيمبا الوادي موجود في المملكة، وبيقول له انه عارف ان ابوه زعلان منه، وبيقول له عشان يصالحه لازم يقعد هنا في الوادي ويجرب زئيره لحد ما الزئير بتاعه يبقى قوي. وساعتها موفاسا هيفرح ان ابنه كبر ومش هيعامله كانه شبل تاني. وسكار بعدها بيسيبه يمشي، وبيدي للضباع اشاره عشان يبداوا خطتهم، واللي بتكون ان الضباع بتبدا تهاجم قطيع من الجواميس البريه فوق التل. فالقطيع بيهرب من الضباع، وبيبداوا انهم يجروا في الوادي اللي بيكون موجود فيه سيمبا اللي بيحاول انه يهرب ويستخبى منهم. بعدها سكار بيروح لموفاسا وبيقوله ان سيمبا محبوس في الوادي والقطيع كله بيجري هناك. فموفاسا بيجري بسرعه عشان يروح ينقذ سيمبا اللي بيكون متعلق على جذع شجره. واول ما بيشوفه موفاسا بيجري عليه وبيوصل لسيمبا وبيحاول انه ياخده، لكن واحد من القطيع بيخبطه وبيوقعه، بس بيعرف يوصل لسيمبا وبيوصله لمكان امن. وبيحاول بعدها انه يتسلق الصخور بالعافيه. وسكار بيكون شايف موفاسا وهو بيحاول يطلع لحد ما بيوصل له، وموفاسا بيطلب منه انه يساعده عشان يطلع على التل، لكن سكار بيغرز مخالبه في ايد موفاسا وبيضربه وبيرميه من فوق التل. وبعد ما سيمبا بيلاقي القطيع هرب كله والوادي بقى فاضي، بينزل من فوق التل عشان يطمن على ابوه، لكن للاسف بيتفاجئ ان الملك موفاسا مات، وما كانش مصدق ان كل ده حصل. ومن الصدمه بيروح ينام في حضن ابوه لحد ما سكار بيوصل وبيقول له ان هو السبب في موت ابوه. بس سيمبا بيقول له ان اللي حصل ده كان حادثه بسبب ان موفاسا كان عايز ينقذه. وسكار بيقول له انه مصدقه، لكن القبيله مش هتصدق كلامه، وبيقول له ان الحل الوحيد انه يهرب من المملكه وما يرجعش تاني. وسيمبا فعلا بيخاف وبيهرب من المكان. وسكار بيدي اوامر للضباع انها تلحق سيمبا وتخلص عليه، وبيجروا ورا سيمبا لحد ما بيقع من فوق جبل عالي. والضباع بيفتكروا انه مات وبيرجعوا تاني، لكن سيمبا بيكون وقع تحت جذع شجره وما ماتش وبيهرب بره المملكه لوحده. وبعدها سكار بيرجع للقبيله تاني وبيقول لهم انه حزين جدا على موت الملك موفاسا وابنه سيمبا، وانه ندمان انه ما كانش موجود على التل ساعه موتهم عشان ينقذهم. والمهم دلوقتي ان بعد موت الملك موفاسا وابنه سيمبا الوضع بيحتم عليه انه يكون الملك الجديد، وانه هيستعين بالضباع عشان يساعدوه في الحكم في الوقت الصعب ده، وانهم هيدخلوا المملكه عشان يعيشوا في وسط الحيوانات. في الوقت ده سيمبا بيكون ماشي لوحده في صحراء كبيره لحد ما بيغمى عليه من الجوع والعطش، والطيور الجارحه بتفضل تحوم حواليه وهي مستنياه يموت عشان تنهشه. لكن في الوقت ده بيوصل النمس تيمون مع صديقه الخنزير بومبا للمكان، وبيبداوا انهم يبعدوا الطيور عن سيمبا. واول ما تيمون بيشوف سيمبا وبيعرف انه اسد بيترعبوا وبيهربوا من المكان بسرعه، لكن سيمبا ساعتها بيفوق وبيقولوا له انهم انقذوا حياته، بس سيمبا بيقول لهم انه مش فارق معاه اي حاجه. ولما تيمون بيشوفه مكتئب بيحاولوا انهم يواسوه ويقفوا جنبه، وبيقولوا له انه يرمي ورا ظهره اي حاجه ممكن تضايقه، بس سيمبا بيقول لهم انه مش عارف يعمل كده. فتيمون بيقول له انه لازم يمشي بمبدأ هاكونا ماتاتا، او بمعنى تاني انه يضربها طناش. فسيمبا بيقرر بعدها انه يروح مع تيمون وبومبا وبيشوف المكان اللي هم عايشين فيه، وبيعرفوه بعدها انهم عايشين مع باقي الحيوانات اللي في الوادي ده في سلام، وانه ما ينفعش يصطاد اي حد فيهم، وانه لو عايز ياكل ممكن يتغذى على ديدان زيهم. وبيقولوا له ان طعمها مش حلو قوي بس على الاقل هيشبع منها. وبتعدي الايام وسيمبا بيكبر وعلاقته مع تيمون وبومبا كمان بتكبر، وبنرجع للمملكه اللي بيحكمها سكار ومعاه الضباع، واللي بتكون اتحولت لخراب بسبب عمليات الصيد العشوائيه اللي بيعملها سكار والضباع. وبنشوف سكار اللي بيوصل للقبيله بتاعته مع الضباع، ونالا بتقول لسرابي ام سيمبا انهم لازم يقاوموه وينقذوا ارض العزه منه. وشينزي بتيجي عشان تبلغ سرابي ان سكار طلب مقابلتها، فبتروح سرابي عشان تقابله، وبيطلب منها سكار انها تنضم له عشان تاكل معاه فريسه اللي كان بياكلها، لكن سرابي بترفض وبتقول انه قرب يقضي على كل الموارد اللي موجوده في المملكه بسبب صيد الضباع العشوائي اللي بيمارسوه. وسكار بيقول لها انه يقدر يعمل اي حاجه لانه الملك، وبيطلب منها انها تتجوزه، لكن سرابي بتقول له انه ده مستحيل يحصل. فسكار بيعاقبها وبيخلي الضباع تاكل اكلها. وتاني يوم بنشوف نالا وهي بتتسلل بهدوء عشان محدش من الضباع يلاحظها، وبتقول لزازو انها هتروح تدور على حد يساعدها من بره المملكه.
المملكة. وبنشوف سيمبا بعدها وهو بيلعب مع الفراشات في الوادي، وسيمبا بعدها بقوته بيكسر صخرة كبيرة وبيكون جواها عدد كبير من الديدان عشان ياكلوه. وبعد ما بيخلصوا بيرتاحوا هما التلاتة على صخرة وبيفضلوا يبصوا للنجوم اللي في السماء. وبومبا بيسأل تيمون وبيقول له هي النجوم دي عبارة عن ايه؟ وتيمون بيقول له انهم عبارة عن حشرات بتنور في السماء. ولما بيسألوا سيمبا عن رأيه بيفتكر كلام ابوه ليه، وبيقول لهم ان حد قال له ان النجوم دي ارواح الملوك العظام اللي بيراقبونا من السماء. وساعتها تيمون وبومبا بيضحكوا على كلامه، فبيزعل جدا لانه افتكر ابوه بيسيبهم عشان يقعد لوحده. وفي الوقت ده بتكون خصلة من شعره وقعت وطارت في المية، وبتاخد طريقها لحد ما بتوصل بالصدفة للقرد رفيقي اللي بيعرف من خلالها ان سيمبا لسه عايش. وتاني يوم بيكون تيمون وبومبا بيتمشوا في الوادي، وبتهجم عليهم نالا عشان تفترسهم، فبيهربوا منها. ونالا بتبدأ انها تطارد بومبا اللي بيجري وهو مرعوب لحد ما بيوصل سيمبا وبيحاول يبعدها عنه، وما بيكونش عارف ان دي نالا اعز اصدقائه، لكن بيتعرف عليها وبيناديها باسمها وبيعرفها انه سيمبا صاحبها اللي هرب من سنين. وبتفرح نالا لانها كانت فاكرة انه مات، وبتعرفه بعدها اللي سكار عمله في المملكة هو والضباع، وبتقول انه لازم يرجع المملكة تاني عشان هو الملك الحقيقي. بس سيمبا بيقول لها ان الوادي ده بقى مكانه وبيرفض انه يرجع معاها. ونالا بتزعل وبتقول له انه ما بقاش سيمبا بتاع زمان، وبتسيبه بعدها وبترجع للمملكة. وبعدها بنشوف سيمبا وهو بيتمشى لوحده وبيفكر في كلام نالا، والقرد رفيقي بيكون قدر يوصل لمكان سيمبا وبيشوفه، وبيقول له رفيقي بعدها ان الملك مفاسا لسه عايش. فسيمبا بيتجنن لما بيسمع الخبر وبيطلع يجري ورا رفيقي، ورفيقي بيفضل يجري وهو بيدل سيمبا على الطريق لحد ما بيوصلوا لبركة مية في الوادي، وبيطلب منه انه يبص فيها. فسيمبا بيشوف انعكاس صورته في المية، وبيفهم ان رفيقي عايز يوصله ان روح الملك مفاسا ابوه لسه عايشة جواه. وساعتها بيفتكر كلام ابوه ليه انه لازم ياخد مكانه ويتحمل المسؤولية كملك، وبياخد طريقه بعدها عشان يرجع لمملكة ارض العزة. وبيلحق نالا في طريقه وبيكمل معاها لارض المملكة لحد ما بيوصل وبيلاقي ان المملكة اتحولت لخراب في عهد سكار. وزازو بيشوفه وبيقدم له التحية وبيكون فرحان جدا برجوعه. وسيمبا بيكتشف بعدها ان تيمون وبومبا جم وراه وما سابوهوش، وبيبداوا كلهم يتسللوا عشان يدخلوا المملكة، بس بيلاقوا الضباع محاصرين كل حدود المملكة من كل حتة. فبيكون عندهم خطة انهم يستخدموا بومبا كطعم عشان يشتتوا الضباع، وبكده سيمبا يقدر يدخل من غير ما يشوفوه. وفعلا بيعملوا كده، والضباع بتجري ورا بومبا عشان الطريق يفضى قدام سيمبا ونالا. وفي نفس الوقت بيكون سكار بيهدد سرابي وبيطلب منها انها تتجوزه، لكن سرابي مش بتوافق وبتقوله انها مش هتتجوز تاني بعد مفاسا. فبيتنرفز وبيهجم عليها وبيضربها. وفي الوقت ده سيمبا بيظهر بزئيره القوي فوق منهم، وسكار بيترعب وبيفتكر انه مفاسا. وسيمبا بينزل لامه سرابي وبيقول لها انه مش هيسيبهم تاني. وسكار بيكون متفاجئ ان سيمبا لسه عايش لان الضباع كانوا فاهمين انهم قتلوه. ونالا بتقول لباقي القبيله ان سيمبا هو الملك الحقيقي لارض العزه. فسكار بيتوتر وبيقول لهم ان سيمبا هو السبب في موت الملك مفاسا. وسيمبا بيعترف بغلطته قدامهم وبيبدا هو اللي يتوتر. وسكار بيستغل ده وبيضغط عليه عشان يطرده بره المملكه. فسيمبا بيبدا يتراجع لحد ما رجله بتتزحلق من فوق التل وبيتعلق بايده في الصخره. وده بيكون نفس الموقف اللي حصل مع مفاسا اللي سيمبا ابنه بيكون في نفس موقفه دلوقتي. فبيغرز سكار مخالبه في ايده وبيقول له انه هيقتله دلوقتي زي ما قتل ابوه. بس سيمبا بيتعلق في شعر سكار وبيقدر انه يطلع فوق التل تاني. وسكار بيأمر الضباع انها تبدا تهاجم سيمبا، ونالا وباقي القبيله بيبداوا انهم يهجموا على الضباع، وبتبدا معركه قويه جدا. وتيمون وبومبا بيشاركوا معاهم وبيطردوا الضباع اللي بتطلع تجري منهم. حتى زازو بيحارب معاهم وبيتخلص من الضباع بكل ذكاء. ولما الضباع بتبدا انها تحاصره رفيقي بيتدخل بشجاعه وبينقذه منهم. وسكار بيعرف انه خسر المعركه لما بيشوف باقي الضباع وهم بيهربوا من المكان، فبيقرر يهرب بعدها وسيمبا بيطارده لحد ما سيمبا بيقدر يحاصره فوق التل. وسكار بيفضل يترجنه ويرحمه وبيقول له ان الضباع هم اللي كانوا السبب في كل اللي حصل، وانه كان ناوي يتخلص منهم في اقرب وقت ممكن. فسيمبا بيقول له انه مش هيقتله زي ما قتل ابوه، وبيقول له يهرب بره المملكه وما يرجعش تاني زي ما قال له وهو صغير. لكن سكار بخبث بيحاول يهجم عليه عشان يقتله. وبعد معركه قويه طويله بينهم سيمبا بيقدر يتغلب عليه وبيحدفه من فوق التل. بس سكار مش بيموت وبيقابل تحت باقي الضباع اللي هربوا، اللي بيقولوا له انهم سمعوا الكلام اللي قاله لسيمبا عليهم وانه عايز يقتلهم، وبيهجموا عليه كلهم بعدها وبيخلصوا عليه. وسيمبا بيرجع تاني لقبيلته وبيكون ملك لارض العزه. وبعد وقت قصير المملكه بترجع لجمالها من تاني تحت حكم الملك سيمبا وزوجته نالا. وبنشوف رفيقي وهو بيقدم ابن سيمبا ونالا زي ما قدم لهم سيمبا قبل كده.